السلام عليكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. وأخيرا عدنا بعد طول انتظار، وما أجمل أن تعود مع تأهل الأهلي. وأخيرا انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بتأهل النادي الأهلي تاني المجموعة، بعدما أن خلص على نادي الهلال في استاد الرعب استاد القاهرة 3-0 بهدف عالمي من محمود كهربا وهدفين من حسين الشحات. فقبل ما ابتدي كده عايز اقول نقطتين. النقطة الاولى اللي انا عايز اعزي حسين الشحات في وفاة والده، فربنا يلهمه الصبر وان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان. والحاجة التانية ان انا احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وللأسف ما كانش فيه فرصة تانية اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ولكن دوت اول فيديو ليا في رمضان، فكل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وان شاء الله ربنا يختمنا بالباقيات الصالحات. وان شاء الله يعني اهم حاجة ان انت في شهر رمضان ان انت ما تضيعش الوقت، واهم حاجة تكون تركز عليها هي العبادة. اي حاجة تانية بقى خليها اولوية تانية او ما تخليهاش اصلا في رمضان خالص، سواء بقى ماتشات او بتتفرج على اليوتيوب او بتتفرج على اي حاجة. يعني يا تبطلها خالص في شهر رمضان يا اما تخليها اولوية تانية بعد العبادة. ويلا بينا نبتدي الفيديو. لو احنا بصينا النهاردة على المباراة فاحنا هنقسم المباراة ل5 حاجات رئيسية. اول حاجة هو في النادي الاهلي ونادي الهلال، ودولت هنتكلم عليهم في اخر الفيديو او في الوقت الجاي من الفيديو. تالت حاجة هي نقطة الحكم. فالحكم ممكن يخلي المباراة تروح منه هو، سواء باشتباكات، سواء ان هو يخلي اللعيبة متوترة او ان هو يحجم اداء فرقة بعينها. فحكم النهارده هو ما عملش ده كده كله، ولكن كان كل تأخر من لعيبة النادي الأهلي كان بيروح بيحذرهم، وكان بيستغل وقت اصلا اكتر من كده بكتير. يعني لو هو ما كانش راح كان زمان لاعبي الاهلي لعب الفاول على طول، او محمد الشناوي ده لعب ضربة المرمى على طول. فشفنا انذار لمحمد الشناوي وانذار لعلي معلول بسبب تأخر تنفيذ الركلة الحرة الغير مباشرة طبعا او المباشرة. فكل دوت طبعا نقطة سلبية على الحكم. في نقطة تانية كمان للحكم المساعد، واللي هو الحكم الأول اللي كان ناحية الدكة بتاعة نادي الهلال، اللي هو بتاع الراية، اللي رفع أكتر من راية تسلل في الشوط التاني. أنا مش شايف إن هما فيهم تسللات، واللي هو كان ممكن النادي الأهلي يزود الأهداف لو اللعبتين دولت ما اتحسبوش تسلل، كان ممكن يجيب هدفين. وكمان كان في أكتر من كرة تانية النادي الأهلي ضيعها كمان، فكان ممكن النتيجة تطلع بأكتر من كده بكتير. غير كده كمان ان نادي الهلال ضيع فرصتين. اتوقع ان لو النادي الاهلي كان ضد اي منافس تاني كان ممكن يخلق فرص اكتر من كده، وكان ممكن يستغلها احسن من كده. والنقطة الرابعة هي نقطة الملعب، واللي انت بتلعب دلوقتي على ارضية ملعب من احسن الملاعب في مصر وفي افريقيا، الا وهو ملعب استاد القاهرة. وما بالك بقى ان هو مزين كاملا بجماهير النادي الاهلي، يعني الا قليل طبعا. فكل دوت بتخلي المباراة ليها ليفل تاني اعلى بكتير، عكس اي مباراة تانية من غير جمهور، او عكس اي مباراة تانية مش هتتلعب على استاد القاهرة. فملعب ارضية استاد القاهرة بتساعد المدربين وبتساعد اي مدير فني ان هو يخلي لعيبته او تخلي اللعيبة تنفذ تعليمات المدير الفني. والنقطة الخامسة والاخيرة الا وهي نقطة الجمهور. فالجمهور زي ما هو عامل ايجابي طبعا للنادي صاحب الارض، هو برضه ممكن يكون عامل سلبي عليه. فلو احنا شفنا هو الجمهور طبعا كان مخوف لعيبه نادي الهلال من اول لما تنزل من المباراه، حتى هم لسه بيسخنوا. فكل دوت باين ان جماهير النادي الاهلي مش ساكته من اول دقيقه. ولكن انت علشان يكون عندك جماهير بالسعه الكبيره قوي ديت، ففي لعيبه اصلا ما لعبتش تحت ضغط جماهيري فاتاثرت بشكل كبير. واكتر اسمين انا كنت متخوف منهم الصراحه ان هم يلعبوا تحت الضغط الجماهيري دولت احمد عبد القادر ومروان عطيه. الحقيقه انا كنت متوقع ان احمد عبد القادر مش هيقدر يتعامل مع الضغط دوت، وفي كور هتطول منه كتير، وفي كور هتقف تحت رجله كتير، وهو دوت اللي حصل. انما المفاجاه ان انا مروان عطيه لقيته تعامل بشكل مميز، وان هو قدر يسد مساحه وسط الملعب كله بتاع النادي الاهلي طوال الشوط الاول واول ربع ساعه كمان من الشوط الثاني. ودوت اللي هينقلنا لصعوبه المباراه، واللي هي صعوبتها في ان انت لو خسرت فالاهلي بره البطوله، لو انت اتعادلت فالاهلي بره البطوله. وديت طبعا نتيجه سلبيه على استاد القاهره وانت بتلعب على ارضك وفي وسط جماهيرك. انما اللي اصعب واصعب هو ان انت لو انت فزت
فرق هدف لو انت دخل فيك هدف، يعني لو خسرت 2-1 او 3-1 او 3-2 او 4-3 وهكذا، كل دوت يطيح بيك بره البطولة. وهو طبعا من الصعب، خلينا نكون صريحين، من الصعب ان انت نادي الهلال يسجل فيك اكثر من هدف على استاد القاهرة. يعني حتى لو جاب هدف فانت تقدر تجيب التلاتة وتتأهل بكل سهولة. وبكده بقى خلينا نروح للفريقين، ونروح نبتدي بنادي الهلال، النادي الضيف اللي عندنا على استاد القاهرة، واللي هو الحقيقة بيعتمد على الهجمات المرتدة بين قوسين السرعة، وهو بيعتمد كمان على الكرات العرضية والركلات الثابتة، وطبعا بيعتمد على التسديد من بعيد، وشفناها في اكتر من لقطة. ولكن بسبب رعونة لعيبة نادي الهلال السوداني في الاخر ما قدروش يسجلوا الهدف اللي ممكن يرخم ويصعب المباراة على النادي الاهلي. ولكن فهو فريق عشوائي، فهو بيعاني من سوء تمركز المدافعين بتوعه، وبأقل عرضية او بأقل كرة وانتو ما بين 2 لعيبة تقدر توصل لمرماه بكل سهولة. ونقطة كمان ان انت المفروض تلعب عليه عرضيات، علشان العرضيات هي اللي هتسبب لك العشوائية والرعونة اللي عندهم في الدفاع كمان، وفي الاخر هتسجل اهداف. ونقطة سلبية كمان هي الحارس ابو 20 اللي هو اي شوط عليه اصلا بتدخل او بتترد للمهاجم، ويقوم جاي شايطها على طول تترد يجيبها جون على طول. ولكن هم يعني ايه خدوا بالهم من النقطة السلبية ديت وما لعبوش ابو 20 خالص المباراة. فانت كان المطلوب منك اللي انت تضغط في بداية المباراة وما تسيب لهمش اي مساحة ان هم ياخدوا او اي فرصة ان هم ياخدوا نفسهم، وان هم يرتاحوا، وان هم ما يبقوش تحت ضغط، لان الكتر لما الوقت هيتاخر وانت ما تسجلش هدف ديت هتبقى عامل عكس عليك انت، ان انت اللي هتتوتر وان انت اللي هتبقى محتاج تسجل هدف. فلك ان تتخيل ان طول ما المباراة كانت 2-0 كان نادي الهلال ممكن في كرة عشوائية زي ما احنا ما قلنا كان ممكن يسجلها هدف، وتبقى النتيجة 2-1 والاهلي يبقى بره البطولة. فانت كان مطلوب منك اللي انت تسدد كتير، علشان التسديد دوت عامل مهم جدا جدا في مباراه الهلال زي ما انا ما قلت لك. ونقطه كمان اللي انت المفروض تبقى قوي بدنيا في وسط الملعب، وان انت تلعب على انصاف المساحات. يعني انصاف المساحات يعني انت اول ما تلاقي مساحه كده ما بين 2 لعيبه، وبالاخص ما بين الظهير وقلب الدفاع بتاع نادي الهلال، لازم اللعيب يبقى واقف في المساحه ديت ويستغل المساحه ديت ويخترق منها، سواء يلعب عرضيه لورا او يلعب عرضيه او يسدد على طول. فديت كانت فكرة مهمة جدا ان النادي الاهلي يستغلها، بس للأسف ما استغلهاش من ناحية احمد عبد القادر. ممكن يكون بيرسي تاو استغلها شوية. وحاجة تانية ان انت ما ينفعش زي ما انا ما قلت لك ان انت يكون عندك لعيبة كتيرة في وسط الملعب، فانت كنت بتلعب بمروان عطية يعتبر لوحده، بس مروان عطية اللي ما يقدرش يسد المساحة ديت كده كلها لوحده. اي نعم قدر ان هو يعني يبقى حصن منيع لوسط، حصن منيع قبل دفاع النادي الاهلي في وسط الملعب، ولكن مش هو دوت العدد. يعني بالاخص ان هو بيلعب جنب عمرو السولية، واللي انا ما اقدرش اتكلم عليه ان بالذات ان عمرو السولية يعتبر لسه راجع مش جاهز بدنيا 100%، فما اقدرش اتكلم عليه. ومحمد مجدي قفشه اللي هو هيلعب لنا ماتش حلو وماتشين 3 وحش، ولما يجي الماتش الحلو يقوم يرفع لنا ايده ويعتذر، واحنا جايين قايلين ماشي ده صفحة جديدة بقى وكده. ففي الاخر اللي كان في نص ملعب النادي الاهلي طوال الشوط الاول واول ربع ساعه في الشوط الثاني هو مروان عطيه فقط لا غير. فبناء على الكلام اللي احنا قلناه دوت، فمارسيل كولر كان لازم ان هو يتدخل. فهو كان بيعتمد على ان بيرسي تاو واحمد عبد القادر هما الاثنين يبقوا فاتحين الملعب على الخط، وان هو لما اللعبه يبقى متمركز في ناحيه، عمرو السولية او محمد مجدي قفشه هيعكس الملعب الناحيه الثانيه للاعب الجناح الثاني. واللي هي بالاخص كان تحضير اللعبه بالاخص كانت الناحيه الشمال ناحيه احمد عبد القادر وعلي معلول، وكان عمرو السولية بيعكسها الناحيه الثانيه لبيرسي تاو، واللي هو يعتبر كان بيستغل المساحه اللي بتجيله في الاستلام والاختراق بنسبه مميزه جدا يعني. اما الناحيه الثانيه لو احنا بصينا عليهم، فاحنا هنقول ان بيرسي تاو استغل اللعبه ديت، انما احمد عبد القادر الناحيه الثانيه ما استغلهاش. فاحمد عبد القادر على طول كان بيبقى فاتح الملعب ولا بيضم المنطقه الهاف سبيس علشان يخلي علي معلول ينطلق. ولما علي معلول كان بيدخل له منطقه الهاف سبيس ما كانش بيلعب له الكوره او ما كانش بيوصل له الكوره، فاحمد عبد القادر كان بياخد الكوره ويعدي واحد، وبعد لما يعدي من الواحد يقول للتاني لا خليك عندك اجي مرقصك، وفي الاخر بتتقطع منه. فكانت المشكله هنا زي ما انا ما قلت لك ان انت ما عندكش اللاعب الزياده اللي يضم في منطقه الهاف سبيس من ناحيه الشمال. عندك على ناحيه اليمين لو احنا قارناها مثلا بالناحيه الشمال، فانت كنت هتلاقي الناحيه اليمين ميل فيها كلا من بيرسي تاو ومحمد هاني ومروان عطيه. فانت كنت هتلاقي كل مره بيرسي تاو بيستلم فيها الكره كان بيضم المنطقه الهاف سبيس، وتلاقي علي معلول فاتح وتلاقي محمد هاني فاتح له الخط،
بيلعب له كرة بينية، سواء بقى محمد هاني ظبطت معاه وجت عرضية صحيحة ولا لا، ولكن كانت اللعبة ديت على طول كنت بتشوفها، كنت بتلاقي مروان عطية مغطي وراهم ومقفل الدنيا وراهم. انما الناحيه الثانيه لو احنا زي ما احنا قلنا لك هنقارن الناحيه اليمين بالناحيه الشمال، فانت الناحيه الشمال هتلاقي فيها علي معلول واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه. ولا علي معلول ماسك الخط طاير، حتى لما كان بيطلع كان احمد عبد القادر ما كانش بيعمل له الاوفرلاب ولا يطلعه، مره يطلعه بسبب الضغط الجماهيري، وانا عارف ان احمد عبد القادر بسبب الضغط الجماهيري ما قدمش مباراه مميزه، فكوره تطول يبصيها طويله لعلي معلول ما يلحقهاش، وكوره تانية يبصيها قصيره لعلي معلول برضو ما يقدرش يتعامل معاها بسبب الضغط الجماهيري. كل دوت احمد عبد القادر بسبب الضغط الجماهيري، لان احمد عبد القادر تقريبا، يعني انا مش عايز اقول كده علشان هو برضو لسه ما عندوش خبرات كبيره، احمد عبد القادر بيتاثر بالضغط الجماهيري، هو لاعب ضعيف شخصيا شويه. وقفشه انت ما كنتش عارف بقى هل هو بيضم تاني كراس حربة تاني، ولا كان بيضم في منطقه الهاف سبيس، ولا كان بيعمل، ولا كان بيغطي وراهم. قفشه ما كانش ليه اي دور خالص واضح عمله طوال ال60 دقيقه اللي هو لعبهم. وطبعا دوت اللي اختلف تماما بعد نزول حسين الشحات في الشوط الثاني من اول الدقيقه 60 تقريبا لما نزل. فانت كنت هتلاقي حسين الشحات كل مره بيستلم كان بيضم لمنطقه الهاف سبيس ويسيب المساحه لعلي معلول، علي معلول يدخل ويتقدم ويلعب العرضيه. وشفناها في اكتر من مره علي معلول بيلعب العرضيه لمحمد شريف، بس المدافع اللي قبل محمد شريف بيسبق وبيشيلها. وكمان شفنا ان حسين الشحات لما بيجي يدخل للعمق مره يشوط، مره يلعب عرضيه، مره يباص لتحت، انما مش فكره الاول والاخير ان انا هاخد الكره همرقص واحد وهمرقص التاني وتتقطع وخلاص كده. فلو احنا هقول لك مقارنه بسيطه مثلا ما بين حسين الشحات واحمد عبد القادر. حسين الشحات نزلت له كوره واحده جوه ال 18 اللي هي مروان عطيه اللي لعبها له عرضيه يعتبر في الهدف الثالث. الكوره عدت من اطهر الطاهر، حسين الشحات استلمها، قام جاي مقعد واحد، قام جاي مقعد مدافع فوفانا دوت، وقام جاي شايطها جابها جول. احمد عبد القادر جات له الكره ديت مرتين في المباراه، مره يعتبر على حدود الستة استلمها لما كان كره جايه له تقريبا من محمد هاني، استلمها وفي الاخر ما عملش فيها اي حاجه والمدافع دخل حط رجله وخدها. الكره الثالثه جات له على بوز ال 18، جات له على 18 بالظبط، استلمها برضو ما عملش اي حاجه والمدافع دخل شالها. فهنا احمد عبد القادر محتاج، هو ومحمد مجدي قفشه محتاجين ان هم يقعدوا مع نفسهم شويه، يستغلوا الوقت اللي جاي دوت والوقت اللي فات ان هم يحسنوا مستواهم وان هم يكونوا شرب على المرمى اكتر من كده. اما بقى لو احنا جينا لمنظومه خط الوسط للنادي الاهلي وقلت لك كده ايه مجموعه اللعيبه اللي موجوده في وسط النادي الاهلي، فلو احنا قلنا مثلا خط الوسط المدافع اللي هو رقم 6 الصريح فانت هتلاقيه اليو ديانج. اما خط الوسط المدافع او خط الوسط اللي بيميل ناحيه اليمين فانت هتلاقيه مين؟ هتلاقيه مروان عطيه. وخط الوسط اللي بيميل ناحيه الشمال اللي هو المدافع برضه هتلاقيه حمدي فتحي. وخط الوسط اللي هو الثمانيه هتلاقيه عمرو السوليه. وعندك الوسط المهاجم اللي بيميل ناحيه اليمين اللي هو قفشه، والوسط المهاجم اللي بيميل ناحيه الشمال واللي هو احمد القندوسي. فانت يعتبر عندك 6 لعيبه بيلعبوا لك بست كل واحد شكل، مفيش واحد شبه التاني. ممكن يكون واحد بيلعب ناحيه الشمال حلو، واحد بيلعب ناحيه اليمين حلو، ولكن مفيش ولا واحد فيهم شبه التاني. وانت عندك يعني الناس كلها بتقول ان اليو ديانج ماشي اخر الموسم دوت، فانت محتاج تعوضه بلعيب 6 يكون وسط مدافع زي ديانج او احسن منه، قوي بدنيا ويكون سريع وبيعرف يستخلص الكوره بدون اخطاء. فانت عندك المنظومه ديت كده كلها اهم حاجه اللي انت تعرف تستغلها صح، ان انت بالاخص يعني تشوف انت الخصم اللي قدامك دوت هتستغل انهي لاعب بيفيدك وتقوم جاي حاطه على طول. وكمان مش تحط اي لاعب وخلاص، يعني مثلا مش هنقول مثلا احمد القندوسي حلو مثلا في الثلاثه يلعب الثالث ناحيه الشمال، ومش عارف مروان عطيه حلو في الثلاثه ناحيه اليمين، واليو ديانج في النص، او حمدي فتحي او عمرو سوليه. الكلام ده ما ينفعش، لان في اللعيبه لازم تكون على حسب التناغم ما بينها برضو. يعني احنا لو احنا بصينا هتلاقي ان احمد القندوسي لو لعب ناحيه الشمال ومروان عطيه لعب ناحيه اليمين فانت هتلاقيها مميزه. لو انت لقيت قفشه هو اللي لعب ناحيه اليمين وحمدي فتحي هو اللي لعب ناحيه الشمال فانت هتلاقيها مميزه. لو انت لقيت عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي، او عمرو السوليه واليو ديانج ومروان عطيه، او عمرو السوليه وحمدي فتحي ومروان عطيه، فانت هتلاقيها مميزه. انما ما ينفعش تقوم جاي اللي مثلا تحط احمد القندوسي وحمدي فتحي،
مش هتبقى مظبوطه قوي مع بعض، الا لو انت لعبت حمدي فتحي مركز 6. هتبقى انت هتلعب حمدي فتحي مركز 6، يبقى انت هتلعب من الناحيه التانية عمرو السولية، ما اظنش ان هو هيبقى احلى. يعني هي المنظومه كلها هتبقى مبنيه على حسب اللعيبه اللي انت على حسب الخصم، وعلى حسب اللعيبه اللي هتلعب مع بعض. اما بقى لو احنا رحنا لخط الهجوم، فالثلاثه الانسب لخط هجوم النادي الاهلي في الفتره القادمه هما طبعا معروفين والناس كلها عارفاها: بيرسي تاو ناحيه اليمين، وحسين الشحات ناحيه الشمال، وراس حربه محمود كهربا. والحقيقه احنا لو احنا بصينا هنلاقي في اسماء كتيره في النادي الاهلي مش بتقدم حاجه، يعني زي شادي حسين مثلا. او انا مش عايز اقول اسماء دلوقتي عشان ممكن اعمل لها حلقه ان شاء الله في الفتره القادمه، لو نشوف احتياجات النادي الاهلي واللعيبه اللي النادي الاهلي مش بيستغلها، سواء بقى يطلعها اعاره او يبيعها، والصفقات اللي النادي الاهلي لازم يجيبها. فعلى سبيل المثال، فانت عندك كهربا مفيش بديل ليه. انت عندك كهربا لو وقع ماتشين 3 خلاص. محمد شريف بعيد جدا 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 عن اي حاجه ممكن يقدمها لك. عندك ناحيه اليمين مين البديل لبيرسي تاو؟ عندك احمد عبد القادر، ماشي ممكن يقدم لك ماتشين 3 لو هو فاق ولعب الكوره اسرع من كده، وبقى يعني بيخلص الكوره بيطلع الكوره من رجله على طول، ان هو طبعا يبقى عامل رؤيه للملعب. فان شاء الله هنعمل حلقه عن احتياجات النادي الاهلي. وبكده انتهى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بحلوه وبمره، سواء بالفوز بتاع النهارده واللي انا سعيد جدا بيه بتاهل النادي الاهلي، او بالفوز ذهابا ايابا على القطن الكاميروني، او بمره وهي كده على الحلوه والمره معاه، او بمره لما احنا خسرنا من صن داونز 5، او لو ما احنا تعادلنا مع صن داونز هنا، او لما احنا خسرنا من الهلال في مودرمان 1-0. فان شاء الله البطوله اهلاويه، وهو دوت كان كل اللي عندنا في ماتش الاهلي والهلال السوداني. وبس كده، كان معاكم محمد مجدي من قناه اللمسه الاخيره. ما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك وتشير في كل مكان. بس كده، سلام.